السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في المحاضرة التاسعة من كورس تأهيل للكليات الطبية، شابتر 2 الاناتوميكال ترمينولوجي. النهاردة ان شاء الله هناخد السكيلتال سيستم تيرمز والماسكولار سيستم تيرمز والنيرفس سيستم تيرمز، المصطلحات بتاعت السكيلتال سيستم والمصطلحات بتاعت الماسكولار سيستم والمصطلحات بتاعت النيرفس سيستم. اول حاجة نبدأ بالسكيلتال سيستم. اول حاجة في السكيلتال سيستم تيرمز معانا الارتكوليشن. يعني ايه ارتكوليشن؟ يعني المفاصل. تمام. كوندايل. يعني ايه كوندايل؟ هي عباره عن راوندد بروسيس. هتقول لي يعني ايه بروسيس؟ اقول لك زي نتوء كده او حاجه بارزه من العظم. تمام. راوندد بروسيس بتبقى حاجه كده بارزه ومدوره. تمام. هي اللي بتارتكوليت with another bone. يعني ايه ارتكوليت؟ يعني هي اللي بتتصل او بتتفاصل مع عظمه تانية. تقول لي انا مش فاهم اي حاجه. هقول لك لان هو الاناتومي عملي اكتر ما هو نظري، فانا لما احاول احطه لك في شكل جمل نظري اكيد انت مش هتفهمه، ولكن لما هنيجي نشرحه عملي عادي هتلاقي الدنيا سهله. اقول لك الكوندايل دي يعني ايه؟ يعني على الصوره زي ما انت شايف كده في حاجتين كده مدورين في اخر العظمه. تمام. بالمناسبه ده مفصل الركبه. تمام. فادي عظمه الساق وادي عظمه الفخذ. دي عظمه الفخذ ودي عظمه الساق. تمام. عظمه الفخذ اللي احنا بنسميها فيمر. تمام. عندها 2 فيمورال كوندايلز. تمام. ليه سميناهم فيمورال كوندايلز؟ لان هم كوندايلز وفي عظمه الفيمر ففيمورال كوندايلز، يعني منطقي جدا. تمام. فهي عباره الكوندايلز دي عن حاجتين كده بيبقوا في اخر العضله، في اخر العظمه قصدي. هم اللي بيتصلوا بالعظمه الثانيه او اللي بيعملوا المفصل مع العظمه الثانيه. طيب الكوندايلز دي زي ما انتم شايفين عليهم حاجه زرقاء. ايه الازرق ده؟ ده هو الغضاريف. تمام. ايه فايده الغضروف ده؟ الغضروف ده فايدته ان العظمه اللي فوق ما تحكش في العظمه اللي تحت. يعني تتخيل لو ما كانش فيه غضروف العظم هيحك على العظم، كانت هتبقى الدنيا مؤلمه جدا. وده بالمناسبه الغضروف اللي هو اللي بالازرق ده اللي لما بيتاكل بيعمل لي مرض الخشونه. تمام. تلاقي الناس الكبيره يقول لك ركبتي وجعاه ومش قادر يفرد ركبته. ليه؟ عشان عنده خشونه. تمام. مع الحركه ركبته بتوجعه. الوجع ده من ايه؟ الوجع ده نتيجة انه في عظم بيحك في عظم، فبالتالي ده مسبب له ألم كبير جدا. تمام. طبعا. ادي عندنا هنا قلنا اللي بالازرق ده هنا ده الغضروف. هتقول لي طيب في حاجة كده شبه المخدات هنا في الركبة. يعني ادي الغضروف انا شايفه في الركبة تحت وفي حاجة كده ايه لبني كده فوقيه. دي حاجة بنسميها المنسكس. تمام. المنسكس دي عاملة زي وظيفتها وظيفة زي صدادة او الجوان. تمام. هي فايدتها ان هي بتمتص الصدمه وتبقى شبه المساعدين كده. تمام. هي عباره عن سي شيب، يعني شكلها زي حرف السي، وبتبقى محاوطه بتقفل على مفصل الركبه بحيث انه السائل الزلالي اللي جوه اللي احنا بنسميه سينوفيال فلويد ما يطلعش بره الركبه، وفي نفس الوقت بتساعد على تحمل الصدمات. تمام. وانت ماشي لو يعني المشي ده بيضغط على العظم كله مع بعضه وانت نازل مثلا من على الرصيف او حاجه، فهي بتساعد في امتصاص الصدمات زي المساعدين مثلا في العربيات. وبتشتغل برضو نفس فكره الجوان، ان هو زي كده بتحاوط المفصل بحيث انه السائل الزلالي ما يطلعش بره. تمام. ده كده ايه سريعا مفصل الركبه. ولكن الهدف مننا طبعا هنا ترم يعني مصطلحات. تمام. ولكن انا بديك في وسط المصطلحات كده شويه معلومات بحيث برضو تستفاد منها. تمام. طيب تاني حاجة أو تاني مصطلح بيقابلنا في السكشن بتاع المفاصل حاجة اسمها الفاسيت. تمام. الفاسيت هي إيه؟ قال لك هي small often flat surface that articulate with another bone. تمام. يعني هي برضو حاجة بتارتكوليت مع حاجة مفصل. أكيد لأنه أنا أصلا الجدول ده كله مفاصل. تمام. طيب إيه اللي بيميزها عن الكوندايل؟ الكوندايل كانت راوندد. تمام. إنما دي لأ، دي فلات. تمام. وبتبقى صغيرة small flat surface. طيب بنشوفها اكتر حاجه فين؟ بنشوفها في السباين، في العمود الفقري. ادي العمود الفقري قدامنا. تمام. دي الفقره. تمام. هو العمود الفقري عباره عن ايه؟ عباره عن فقره فوق وفقره تحت وما بينهم ايه؟ ديسك في النص. تمام. ومرض الديسك هو بالمناسبه ايه؟ مرض الديسك ان الديسك اللي في النص ده يطلع من مكانه
فيروح في الناحيه دي شويه فيضغط على الاعصاب، او يروح على الناحيه دي شويه، يعني اما يعني يطق او يتحرك من مكانه لبره كده او لبره كده. تمام. في الحالتين هيسبب الم، وفي الحالتين هيسبب مشاكل يعني. تمام. فادي الفاسد جوينت هو عباره عن الجوينت الصغير ده ما بين يعني لو تلاحظوا كل فقره فيها 2 فاسد جوينت، واحد سوبيريور وواحد انفيريور. تمام. ادي السوبيريور بيارتكوليت مع الانفيريور، ده السوبيريور فاسد. تمام. بيارتكوليت مع الانفيريور فاسد بتاعت الفقره اللي فوقيها. عندنا برضو الهيد. يعني ايه هيد؟ هتقول لي يعني دماغ، هقول لك حلو، ولكن انا هنا بتكلم في مفاصل، فانا برضو بتكلم هنا في المفصل. لما انا اقول هيد او راس يبقى انا اقصد ايه؟ راس العظمه. تمام. فبيقول لك هنا التعريف بتاعها enlargement at the end of the bone usually articulating with another bone. ادي هي دي الهيد. تمام. هي حاجه كبيره او هي راس العظمه، هي بتبقى في اخر العظمه زي ما احنا شايفين، وهي اللي بتعمل مفصل مع عظمه تانية. تمام. طيب دي عظمتين، دي عظمه الفخذ بس من فوق، عظمه اسمها الفيمر. طيب الراس دي هتدخل فين؟ هتدخل في الحوض في حته اسمها الاسيتابيولم. تمام. يبقى الهيد او الراس دي بتدخل في عظمه الحوض، وبالتالي بتقدر انت تمشي وتعمل كل الحركات اللي انت بتعملها برجليك. طيب بعد كده معنا السوتشر. السوتشر هو الشخبطه اللي انت شايفها هنا. هو بيقول لك هنا التعريف بتاعه interlocking junction between cranial bones. اول حاجه يعني ايه cranial bones؟ احنا قلنا cranial لما كنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت على الاتجاهات قلنا ان هي لفوق. طيب قلنا هي اللي فوق ليه؟ قلنا ان هي جايه من كلمه كرين. تمام. كرين اللي هو التاج، التاج اللي بيتلبس فين؟ على الراس. فبالتالي العظم بتاع الدماغ بنسميه الكرينال بونز. تمام. نسبة للكرين اللي هو التاج انه بيتلبس على الراس، فسمينا العظم اللي على بتاع الدماغ او بتاع الراس كرينال بونز. تمام. طيب نرجع بقى للاصل بتاعنا. يعني ايه سوتشر؟ السوتشر هو قلنا هي الانترلوكينج جانكشن، اللي هو المفاصل دي او الشخبطه اللي انت شايفها دي بنسميها سوتشر. تقولي طب هي فعلا شخبطه ولا دي مفاصل بجد؟ هقول لك لا، مفاصل بجد، ولكن مش يعني ما فيهاش حركه. تمام. هو اصلا يعني ايه مفصل؟ المفصل التقاء عظمتين، سواء بيتحرك مش بيتحرك مش دي قضيته. ده يعني تعريف الجوينت في الاصل. بيقول لك ايه؟ اي عظمتين متصلين ببعض او ليهم علاقه ببعض بنسمي التلامس ده مفصل. تمام. اتحركوا بقى ما اتحركوش ده مش شغلي. تمام. فهنا السوتشر هو طبعا يعني ما بيتحركش حاليا لان هو التئم، ولكن اول ما انت بتتولد او اول ما الطفل حتى بيتولد، يعني لو كنت انت شفت يعني اكيد شفت مولود قبل كده، ايه اللي انا بقوله ده؟ مهم يعني تلاقي امه دايما تقول لك ايه؟ ما تحطش ايدك على راسه عشان ايه؟ لسه طريه. تمام. لسه طريه دي معناها ان السوتشر ده لسه ما قفلش. تمام. لان السوتشر ده في الاول بيبقى مفتوح اول ما الطفل بيتولد. تمام. يعني ان هو بيبقى هنا غضاريف. حلو. ولكن بعد كده الغضاريف دي بتبدا تتحول لعظم وتقفل وتبقى دماغه ايه؟ ناشفه. تمام. لكن في الاول اول ما بيتولد بتبقى دماغه ايه؟ طريه. فحتى عشان كده ما ينفعش انك تمسك طفل، او حتى لو جيت تمسك انت طفل لسه مولود من ناحيه راسه او كده، او تضغط على راسه، هتلاقي دايما والدته او ابوه ايا كان هيقول لك ايه؟ ما تلمسش راسه عشان راسه لسه طريه. طيب نرجع تاني. يبقى ايه هو السوتشر؟ السوتشر هو كان حاجه مفتوحه زمان اول ما انا اتولدت، ولكن هي قفلت. تمام. فهو التقاء ما بين عظمتين، او هو المفصل اللي ما بين اكتر من عظمه. يعني طبعا هو مثلا عندنا هنا الكرونال سوتشر. تمام. هو ما بين عظمه الفرونتال اللي هي عظمه الجبهه الفرونتال، وما بين عظمه اسمها البرايتال. تمام. كل دول ايه؟ كل دول كرينال بونز. تمام. ولكن عشان ما تلخبطش نفسك، السوتشر هي حاجه موجوده في الدماغ، وهي زي ما انت شايف كده بس. طيب طبعا الاناتومي ما بتفهمش الا بالصور. كلام النظري لا، يعني لو انا يعني خبيت لك الصوره دي وقعدت اشرح لك في الجمله دي من هنا لبكره، لا انا ولا انت هنفهم حاجه. تمام. بل بالعكس، انا لو جبت لك الصوره وما جبتلكش الكلام هتفهم. لانه النظري في الاناتومي يعني بيبقى بس يعني مجرد مساعده او زقه او حاجه انا يعني لازم احطها عشان ما يبقاش الفايل بتاعي ناقص.
ولكن هو طبعا الاناتومي بيتشرح على الصور بس، وده الافضل ليه. انما انت عشان تحفظ تعريفات صعب. تمام. طيب كده احنا خلصنا الجدول بتاع الارتكوليشن المفاصل. ندخل على الجدول اللي بعديه بتاع الديبريشن والاوبننج، اللي هي الحاجات بقى ايه، الفتحات او المنخفضات، التجاويف. منخفضات ايه؟ تجاويف. تمام. اول حاجه معانا الفورامين. هتقول لي يعني ايه فورامين؟ وقبل ما تقول لي يعني ايه فورامين بس، هو ليه انت كاتب لي فوق فورامين وتحت كاتب فورامينا؟ بص، بي ال اختصار كلمه بلورال. تمام. ففورامين ده اللي هي الفتحه، فورامينا ده الجمع بتاعها لو عندي اكتر من فتحه. تمام. وطبعا احنا خدنا، لو انت متابع معايا الكورس من الاول، في محاضره كامله اتكلمنا فيها عن السنجولار والبلورال. تمام. واتكلمنا في الموضوع ده بالتفصيل فمش هعيده تاني. طيب يعني ايه فورامين؟ هي قلنا زي ما انا قلت لك، هي فتحه opening for the passage of blood vessel and or nerve. يعني ايه؟ يعني هي عباره عن فتحه بيعدي منها الاوعيه الدمويه او الاعصاب. طيب مثال عندنا هنا الفرتبرال فورامين. الفرتبرال فورامين زي ما انت شايف ادي الفقره بتاعتنا اهي، وفي فتحه كده في النص، الفتحه دي اللي بيعدي منها الحبل الشوكي والاعصاب. تمام. وزي ما قلت لك، ايه اللي باللون البنفسجي فاتح ده السوبيريور ارتيكولار فاسيت. يعني ايه فاسيت؟ احنا قلناها في السلايد اللي فاتت، هي مفصل صغير بيبقى فلات. تمام. طيب نيجي بعد كده للفصة. الفصة والبلورال بتاعها فوسيه، هي برضو ديبريشن، هي منخفض او تجويف، ولكنه بيبقى كبير وسطحي. يعني هو مش حفرة عميقة، لا هي بتبقى كبيرة وبتبقى يعني مش غويطة قوي. يعني برضو يعني هو في الاخر تجويف بس مش قوي. مثال عليه، لو انت مسكت عظمة لوح الكتف، عظمة لوح الكتف اسمها ايه؟ اسمها سكابيولا. تمام. هي بتبقى بالشكل ده كده. هتلاقي عندك هنا تجويف او حته نازله، ومن فوق هنا في حته نازله. تمام. الحته اللي نازله من فوق دي بنسميها سوبرا سباينس فوسا. هتقول لي اشمعنى سميناها كده؟ هقول لك لانه هي جايه او التجويف ده فوق حاجه اسمها السباين. تمام. ده السباين اوف سكابيولا. هتقول لي يعني ايه سباين؟ هقول لك يعني هنذكرها تحت. تمام. السباين هو يعني زي ما انت شايف هو ده، بيبقى زي سلندر ريدج او حافه كده. تمام. بتبقى بارزه، فوقيها في تجويف، فاللي فوق بنسميه ايه؟ سوبيريور، صح؟ فهي فوق السباين بتاع السكابيولا، فهسميها ايه؟ سوبرا سباينس فوسا. يبقى انا عرفت، او انا دلوقتي انا فهمت الاناتومي. انا مش هحفظ بقى دي اسمها ايه، لا انا جبت اسمها، انا عرفت هم جابوا اسمها ازاي، فبالتالي انا فهمته فمش هتلخبط فيه. طيب من غير ما تبص على الاسم، توقع اسم الفصة اللي تحتها هتبقى برضو ايه؟ انفرا سباينس فوسا. ليه سميناها انفرا سباينس فوسا؟ ان هي جايه من كلمه انفيريور، يعني ايه؟ يعني تحت. فهي فوسا تحت السباين بتاع السكابيولا. تمام. يبقى انا عندي يعني ايه فوسا؟ يعني ايه؟ منخفض او تجويف، ولكنه بيبقى كبير شويه وما بيبقاش غويط قوي. طيب ليه انا بقول بيبقى كبير شويه وما بيبقاش غويط قوي؟ عشان الكلمه اللي بعدها الفوفيا. الفرق ما بين الفوفيا والفوسا، الاثنين ديبريشن، الاثنين تجويف. تمام. او الاثنين حفر. بس الفرق الفوفيا زي ما انتم شايفين هنا، لا هي ضيقه، تني صغيره كده، تني بيت اور ديبريشن، يعني ايه؟ حفره كده ايه، صغيره. تمام. عكس الفصه بتبقى اكبر شويه. طيب طبعا هنا اسمها ايه؟ اسمها فوفيا كابيتيتس. طبعا الفوفيا كابيتيتس دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الهيد اوف فيمر. هتقول لي مين فيمر؟ هقول لك انا قلتها لك فوق، فيمر هي عظمه الفخذ. تمام. ففي الهيد بتاعت عظمه الفخذ، او في اخر عظمه الفخذ كده في الراس بتاعتها، بنلاقي ايه؟ حته نازله كده لتحت، اسمها ايه؟ الفوبيا. تمام. طبعا كابيتيتس لو انت رحت ترجمتها على اي ميديكال ديكشنري هتقول لك معناها هيد. تمام. فانت برضو يعني لو انت فهمت اناتومي هتعرف ان من الاسم مكان الفوبيا فين. فوبيا كابيتيتس يبقى هي ايه؟ موجوده في الهيد. تمام. طيب مكملين في الدبريشن والاوبننج، وناخد كلمه ميتس. يعني ايه ميتس؟
هي عباره عن تيوب لايك باسج واي within a bone. يعني ايه؟ يعني هي عباره عن حفره او ديبريشن برضو، بس هو ايه؟ تيوب، يعني على شكل كده ايه؟ تجويف انبوبي كده في وسط العظم. طيب نفهم في الصوره، لان انا لو قعدت زي ما قلت لك، لو عدت لك التعريف ده 100 مره مش هتفهمه، لان الاناتومي زي ما قلت لك هي ايه؟ ماده عملي. انا عندي اهو في في العظم بتاع الوش، عندي هنا ايه؟ هتلاقي طبعا انا هنا فاتح، يعني انا هنا قاسم الوش بالنص، تمام. ولكن ده لما يبقى مقفول هيبقى الحته دي عباره عن ايه؟ عن تجويف. فعندي هنا تجويف اسطواني كده، وبرده هنا تجويف اسطواني، وبرده هنا تجويف اسطواني، تمام. طبعا ده بيعدي منه بلاد فيزل، بيعدي منه نيرفات، يعني ده مش يعني مش قضيتنا دلوقتي بيعدي منه ايه. اللي تحت هنسميه ايه؟ inferior meatus. طيب اللي فوق هنسميه superior meatus. اللي في النص هيبقى middle meatus بكل بساطة، تمام. سيبك من الكلام اللي في الجنب ده عشان يعني ما تخافش، يعني انت كده كده هتاخده وهتحفظ كل ده، بس هو واحدة واحدة، تمام. خلينا بس في اللي هنا. يبقى انا عندي الميتس ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن تيوب لايك باسواي، تمام. هي عبارة عن تجويف كده بس على شكل انبوبي، يبقى انبوبة كده في نص العظم، بيعدي منها ساعات بلاد فيزل، يعدي منها اعصاب، ايا كان، مش دي القضيه دلوقتي، تمام. عندنا مثلا منها هنا مثال اديناك 3 وعرفناك بتتسمى ازاي، تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها النوتش. انا فين؟ انا في الدبريشن لسه. طيب النوتش هي عباره عن ايه؟ عباره عن بوني ديبريشن that often but not always stabilize an adjacent articulating bone. يعني ايه؟ يعني هو تجويف، ولكن بيبقى الغرض منه ان انا اثبت العظمه اللي جنبي. مثلا هنا الراديال نوتش اللي موجوده في عظمه الالنا، بالمناسبه دول العظمتين دول بيبقوا في الساعد، في الفور ارم. الفور ارم اللي هو ايه؟ الساعد، تمام. عندي في الساعد عظمتين، عظمه اسمها راديوس بتبقى راسها كده مدوره، وعظمه تانية اسمها النا ودي الكوع. ده الكوع بالمناسبه، تمام. فعظمه الالنا دي هي ايه؟ العظمه بتاعت الكوع، تمام. طيب عظمه الراديوس او الالنا ايا كان، تفرق ما بينهم ازاي او تفرقهم من بعض ازاي؟ الراديوس بتبقى في اتجاه الصباع الكبير، والالنا بتبقى في اتجاه الصباع الصغير، تمام. طيب نخلينا في موضوعنا. النوتش هي ايه؟ هي عباره عن ديبريشن، حافه كده، موجوده مثلا هنا. مثلا لو احنا هنتكلم على الراديال نوتش، فهي حافه هنا كده في عظمه الالنا عشان الراديال تركن فيها، تمام. هي بتعمل استابيلايزيشن او بتعمل تثبيت لعظمه الراديوس، تمام. فزي ما التعريف بتاعها هنا بيقول bony depression that often but not always stabilizes an adjacent articulating bone. هي بتثبت العظمه اللي جنبها، تمام. بنسميها ايه؟ بنسميها نوتش. طيب معانا برضو في الكافيتي حاجه اسمها الساينس. يعني ايه ساينس؟ يعني الجيوب الانفيه. طيب الجيوب الانفيه دي من اسمها جيوب، فهتبقى ايه؟ هتبقى تجاويف في العظم، especially العظم بتاع الهيد والمجزله اللي هو عظم الوش، تمام. a hollow cavity within a bone housing air fluid or blood. تمام، يعني يا اما هيبقى فيها هواء يا اما هيبقى فيها fluid او blood، تمام. طيب ندخل بقى، احنا كده خلصنا الدبريشن. خدنا ايه في الدبريشن؟ خدنا الفورامين وقلنا ان هي فتحه، تمام. خدنا الفصه وفرقناها ما بين الفوفيا، قلنا الفوفيا بتبقى صغيره، الفصه لا بتبقى اكبر شويه. وخدنا بعد كده الميتس، واللي قلنا ان هي زي الانابيب كده في وسط العظم. واخر وخدنا برضو النوتش، وقلنا هي النوتش بتبقى حته كده في العظم، منخفض برضو في العظم، وغالبا او في الاغلب يعني بيبقى الفايده بتاعته ان هو بيثبت العظمه دي، وطبعا ده مفصل، العظمه دي بتتحرك على العظمه دي في المفصل ده يعني، تمام. واخر حاجه في التجاويف او الدبريشن خدنا الجيوب الانفيه. طيب ندخل بقى على الريزد فيتشر، يعني الحاجات اللي بارزه، تمام. كلها هتكلم في ده شيء بارز. اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده كان لا حاجات تجاويف كده، لا احنا بنتكلم في حاجات بارزه. اول حاجه في الريزد فيتشر الكريست. يعني ايه كريست؟ يعني
بوردر او ريدج بروميننت، حافه كده بارزه تبقى في العظم، وبالذات في عظمه الحوض زي هنا الياك كريست. تمام. دي بتبقى الحافه بارزه كده في عظمه الحوض، وحتى دي اللي انت بتعرف الحوض بتاعك منها، لما تحط ايدك كده في جنبك هتلاقي ايه في حافه او حاجه بارزه كده بتقابلك، الحاجه دي هي الالياك كريست. تمام. طيب الابيكوندايل يعني ايه؟ احنا خدنا في الارتكوليشن فوق اول حاجه خالص الكوندايل، قلنا الكوندايل هي اللي هو الراوندد سيجمنت اوف ا بون. تمام، راوندد بروسيس. تمام. طيب ايبي كوندايل يعني ايه؟ لو انت متابع معايا الكورس من الاول كنت هتعرف ان كلمه ايبي معناها فوق. تمام. ايبي كوندايل معناها ايه؟ فوق الكوندايل. تمام. فهنا مثلا ادي الكوندايلز عندنا هنا فوق، هنا ميديال ولاترال كوندايل، ايبي كوندايل قصدي. تمام. هم زي بروز عظمي كده برضو بس صغير، اصغر بكتير من الكوندايل. تمام، بيبقى فوقها. فبروز عظمي فوق الكوندايل سميته ايه؟ ايبي كوندايل، فوق الكوندايل. تمام. سمولر بروجكشن situated above الكوندايل. تمام. عرفت منين ان هي فوق الكوندايل؟ قلت لك لانه كلمه ايبي معناها فوق. تمام. طيب معانا كلمه لينا. يعني ايه لينا؟ لينا هي narrow line like ridge less prominent than crest. هي برضو حافه. تمام. بس الفرق ما بينها وما بين الكريست، الكريست زي ما انت شايف كده ايه، في عرض عريض شويه. تمام. وبارز جدا. اللينا لا، اقل بروزا منه، وبتبقى نارو لاين يعني ايه، ضيق كده، خط رفيع. تمام. او خط ايه ضيق كده، يعني مش هتلاقي فيه عرض زي الكريست، بنسميها ايه؟ لينا. تمام. هتقول لي اللينا اسبرا دي اللي احنا بنتكلم عليها مثلا كمثال على كلمه لينا، دي موجوده فين؟ هقول لك برضو في عظمه الفخذ اللي هي عظمه الفيمر. تمام. يبقى ايه الفرق ما بين اللينا وما بين الكريست؟ الكريست لا، بيبقى اعرض شويه وبارز اكتر من اللينا. اللينا لا، هي ضيقه يعني رفيعه كده، واقل بروزا less prominent than crest. تمام. طيب معانا كمان البروسيس. يعني ايه بروسيس؟ بروسيس هو بروجكشن اوف بون، بروز عظمي. تمام. مثال عليها الستايلويد بروسيس. طيب الريمس. الريمس هي عباره عن او هي زي ما في التعريف هنا، هي الكيرفد بارت اوف ا بون ذات جيفز structural support to the rest of a bone. ولو رحت ترجمتها هتلاقي انه ريمس معناها ذراع او معناها فرع، فهي بيبقى زي فرع من العظمه. وزي ما هو موجود هنا في التعريف ان هو بيبقى الكيرفد بارت، يعني في يعني الجزء اللي فيه كيرف شويه. تمام. مثال عليه هنا inferior pubic rami. تمام. هتلاقيه بالشكل ده كيرفت شويه. تمام. وبيدي سبورت لباقي عظم الحوض. تمام. طبعا ده الحوض. فريمس معناها برانش او دراع، او زي ما موجود في التعريف هنا اللي هي ايه، كيرفت بارت اوف ا بون that gives structural support to the rest of a bone. تمام. عندنا برضو هنا السوبيريور بيوبيك ريماي. تمام. وادي الانفيريور، طبعا ده سوبيريور ليه لانه فوق، وده انفيريور ليه لانه تحت. تمام. فالاسامي في الاناتومي ان شاء الله هتبقى سهله لو انت فهمتها يعني. معانا ايه تاني؟ معانا كلمه سباين. سباين يعني ايه؟ احنا قلناها شارب سلندر ريدج. يعني ايه؟ يعني حافه كده حاده شويه وعريضه فيها عرض. تمام. وادي السكابيولا. طبعا السباين هنا العلامه دي غلط، هي المفروض تنزل تحت شويه. تمام. سباين سكابيولا هو ده. دي الانفرا سباينس، قصدي السوبرا سباينس فوسا. دي الانفرا سباينس فوسا زي ما قلناها فوق. تمام. وده السباين بتاع السكابيولا. طيب معانا كمان في الريزد فيتشر التروكانتر. يعني ايه تروكانتر؟ تروكانتر هي large prominence on one side of a bone، بتبقى كبيره، يبقى بروز عظمي بس بيبقى كبير. تمام. وظيفتها ايه؟ قال لك some of the largest muscle groups and most dense connective tissue attached to the trochanter. يعني التروكانتر دي بيمسك فيها العضلات وبيمسك فيها الدنس كونكتيف تيشو. تمام. اللي هو اصلا بيبقى ماسك عضله. تمام.
او لو كليجامنت او حاجه للتثبيت يعني. تمام. ولكن في حاجه مميزه هنا، انه التروكانتر found only in the femur. تمام. الفيمر اللي هي ايه؟ عظمه الفخذ. الله ينور عليك. تمام. يبقى انا عندي بروز عظمي كبير بيبقى موجود فقط في عظمه الفخذ. هتفهمها اكتر لما ناخد بعد كده التيوبريزيتي والتيوبريكل. معنى كلمه تيوبريزيتي، ايه الفرق ما بينها وما بين التروكانتر؟ ان هي بتبقى اصغر شويه. مودريت بروميننس، هنا كان ايه؟ لارج بروميننس، هنا ايه؟ مودريت. يبقى التيوبريزيتي اصغر شويه من التروكانتر. تمام. وير ماسل اند كونكتيف تيشو اتاتش، زي برضو ايه؟ نفس الوظيفه بتاعه التروكانتر. تيوبريزيتيز فانكشن سيميلارلي تو تروكانترز. تمام. مثال عليها عندنا التيبيال تيوبريزيتي. لو انت شفت كده قصبه رجلك، قصبه رجلك بالمناسبه معناها اسمها تيبيا، عظمه او العظمه بتاعت قصبه الرجل دي اسمها ايه؟ تيبيا. تمام. لو جيت كده تحت الركبه كده هتلاقي ايه؟ في زي حته بارزه كده في قصبه رجلك تحت الركبه على طول. حلو. الحته دي بنسميها التيبيال تيوبروزيتي. تمام. بروز عظمي. تمام. وظيفته انه العضلات او الانسجه بتمسك فيه. تمام. ولكن ايه الفرق ما بينه وما بين التروكانتر؟ ان هو بيبقى ايه؟ اصغر شويه، بيبقى مودريت بروميننس. دي كانت ايه؟ دي كانت لارج. طيب، معانا ثالث حاجه تيوبريكل. حاططهم لك كلهم في صفحه واحده عشان تفرق ما بينهم. التيوبريكل، ايه الفرق ما بينها وما بين التيوبريزيتي والتروكانتر؟ التيوبريكل ان هي ايه؟ بتبقى ايه؟ سمول. تمام. سمول راوندد بروميننس وير كونكتيف تيشو اتاتش. تمام. يبقى انا عندي ثلاثه كده يعني اخد بالي منهم. التروكانتر هي الكبيره لارج، التيوبريزيتي اصغر شويه بتبقى مودريت، التيوبريكل هي صغيره خالص بتبقى ايه؟ سمول. تمام. مثال طبعا على التيوبريكل، جريتر تيوبريكل، دي بتبقى موجوده في عظمه الهيومرس. هتقول لي مين الهيومرس دي؟ اقول لك الهيومرس هي عظمه الدراع. تمام. العظمه بتاعت ايدك. تمام. يعني لو جيت ثواني عشان تبقى برضو ايه معايا، لو اكتب هنا ارم، فين ايمج؟ ايوه. بص كده، ادي عندي الابر ليمب كله. حلو. العظمه دي اسمها الهيومرس. تمام. ادي عظمه لوح الكتف. خلينا نبدا من الاول. صلي على النبي. عندي هنا عظمه ايه؟ عظمه لوح الكتف. حلو. بعد كده عندي هنا عظمه الهيومرس، وهنا مفصل الكتف. تمام. ادي عظمه الهيومرس اللي هي العظمه بتاعه الايد او الدراع. تمام. وبعد كده الساعد قلنا في عظمتين، عظمه اسمها النا ودي اللي بتعمل مفصل الكوع، وعظمه تانية اسمها ريديوس. قلنا هتفرق ما بينهم ازاي. الريديوس زي ما انت شايف كده ايه؟ في اتجاه الصباع الكبير. الالنا في اتجاه الصباع ايه؟ الصغير. تمام. انت ممكن تشوف الالنا والريديوس هنا اوضح. ادي الالنا في اتجاه الصباع الصغير، وادي الريديوس في اتجاه الصباع الكبير. تمام. يبقى انا كده فهمت العظم او عرفت العظم بتاع الابر ليمب كله: سكابيولا، هيومرس، النا، راديوس. تمام. طيب، فالجريتر تيوبريكل دي بتبقى موجوده في عظمه الهيومرس. تمام. انما الجريتر تروكانتر موجوده فين؟ في الفيمر. تمام. طيب، ندخل على الماسكولار سيستم تيرمز، مصطلحات العضليه. اهم مصطلح هتشوفه معاك الاوريجين. يعني ايه الاوريجين؟ هو المنشأ، الحته اللي العضله بتطلع منها. تاني مصطلح معانا الانسيرشن. الانسيرشن هو ايه؟ العضله او الحته اللي العضله بتنسرت فيها، العضله يعني ايه؟ بتدخل فيها من الناحيه الثانيه. مثال، ادي الاوريجين اهو. مثلا دي عضله ايه؟ دي عضله البايسبس. تمام. دي عضله البايسبس. عندي الاوريجين بتاعها هنا في الاكروميون بروسيس. واخده ايه؟ ده المنشأ بتاع العضله، دي الحته اللي العضله بتطلع منها. العضله طلعت من هنا وراحت لغايه هناك، وايه؟ عملت انسيرشن فيه. تمام. يبقى انا اللي عندي العضله طلعت من حته وراحت لحته ثانيه. الحته اللي طلعت منها دي بنسميها ايه؟ اوريجين. الحته اللي هي دخلت فيها بنسميها ايه؟ انسيرشن. طيب، انا هعرفهم منين؟ دايما الانسيرشن هو بيبقى الموفابل بارت. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي عضله البايسبس هنا. العضله البايسبس بتعمل ايه؟ بتتني الدراع. تمام. هي زي ما قلت لك ماسكه من الاكروميون، من حته كده في لوح الكتف لغايه عظمه الايه؟ الساعد هنا. تمام.
فمين اللي هيتحرك؟ لوح الكتف ولا اللي هيتحرك الساعد؟ هتقولي لا، الساعد هو اللي بيتحرك. حلو، يبقى معنى كده انه الساعد او المنطقه دي هي الانسيرشن. تمام، يبقى الاوريجين بوينت اوف اتاتشمنت اوف ا muscle that moves the least، بتتحرك قليل جدا او الحركه فيها قليله. when muscle is contracted، يعني لما بيحصل contraction في العضله ال ال الحته دي ما بتتحركش او بتتحرك قليل جدا. تمام، وهي ايه الاوريجين؟ هو ايه الستارتنج بوينت، نقطه البدايه او نقطه المنشأ. تمام. طيب الانسيرشن لا، the point of attachment of a muscle that moves the most، لا هي بتتحرك كتير، ده الجزء اصلا المتحرك. تمام، when the muscle is contracted. تمام، the movable attachment of the distal end of the muscle، يعني ايه؟ هو بيقول لك هنا انه الانسيرشن بيبقى هو الجزء او الحته اللي بتتحرك، انما الاوريجين هو الثابت. تمام، ده المنشأ وده الحته اللي العضله اللي راحت فيها. طيب معانا كمان حاجه في العضلات اسمها الابينيوروسيس. يعني ايه؟ هي عباره عن بورد فلات شيت اوف كونكتيف تيشو، هي عباره عن انسجه كده بتبقى فلات ورقيقه. تمام، وظيفتها ايه؟ بتغطي او بتلم كده، بتعمل انكورز اماسل. يعني ايه؟ يعني بتثبت العضلات، هي زي الغلاف كده، كانك جبت ستريتش ولفيت بايدك. حلو، فهي بتلم كده العضلات او بتثبت العضلات، وكمان بتعمل وظيفه مهمه جدا، وان هي بتربط العضله بالعظم. يعني connects a muscle to the part it moves، يعني بتعمل كونكشن ما بين العضله والعظم. تمام، فدي بنسميها ابينيوروسيس. بس يعني برضو حاجه، مش شرط ان كل عضله يبقى فيها ابينيوروسيس. تمام. طيب تعالى هنا ننزل ليه على طول كده على التندون، هنقرا التعريف بتاعه: a band of connective tissue that connects a muscle to bones. هتقولي طب ما هو ده نفس تعريف الابنيوروسيس، ما هي برضو بتكونكت المصل تو ذا بون. تمام، ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ان التندون او الوتر زي ما احنا بنسميه بالعربي بيبقى انشف واتخن من الابنيوروسيس. الابنيوروسيس هي لا، هي حاجه رقيقه. تمام، وفلات، بتكونكت بس المصل بالبون او بتلم العضلات. لكن التندون لا، التندون لا، بيبقى زي تيوب كده او زي الحبل وبيبقى ناشف. تمام، فده الفرق ما بين التندون الوتر وما بين الابينيوروسيس. تمام، عشان الاثنين في التعريف قريبين من بعض، ولكن في الحقيقه ده حاجه وده حاجه تانية خالص. تمام، فده مثلا كده انت شايف هنا دي كده ايه؟ ابينيوروسيس فلات شيت. تمام، طبعا دي بنسميها البالمر ابينيوروسيس. تمام، ايه عباره عن ايه؟ عباره عن فلات شيت، حاجه كده فلات. على عكس هنا التندون، شايف التندون لا، هو عباره زي حبل كده مشدود. تمام، وبيبقى ناشف. وده بالمناسبه الاكيلس تندون، التندون بتاع الكعب، اللي هو لو انت كده مسكت الكعب بتاعك هتلاقي كده ايه؟ في حاجه ناشفه. اللي ناشف ده مش عضلات، ده الوتر. تمام، هتلاقيه زي الحبل كده ايه وناشف، اسمه الاكيلس تندون. تمام. طيب اخر حاجه معانا هنا في الماسكولار سكيلتال سيستم تيرم الليجامنت. يعني ايه ليجامنت؟ يعني اربطه. تمام، باند اوف كونكتيف تيشو ذات كونكت بون تو ايتش اذر. يبقى يعني ايه رباط؟ يعني كونكتيف تيشو بس بيمسك عظم في عظم، ملوش علاقه بالعضلات. الليجامنتس الاربطه ملهاش اي علاقه بالعضلات، الاربطه من عظم لعظم. تمام، ومثال عليها هنا الاي سي ال اللي هو الرباط الصليبي، بس ده الامامي. تمام، الرباط الصليبي عباره عن ايه؟ واحد قدام وواحد ورا. تمام، طبعا سي ال هي اختصار لكلمه anterior cruciate ligament. تمام، الرباط الصليبي الامامي. نيجي معانا اخر حاجه خالص، النيرفس سيستم تيرمز. في النيرفس سيستم تيرمز عندنا كلمتين: سالكس وجايرس. تمام، يعني ايه سالكس؟ طبعا احنا لا شك انه كلنا شفنا مخ قبل كده، بل واكيد في ناس مننا اكلته. تمام، طبعا مخ بقره او اي حيوان او خروف يعني. فلما كنا بنشوف المخ بنلاقي كده ان في حاجات بارزه، وفي زي حاجات كده ايه لتحت، يعني تجاويف. تمام،
التجاويف دي تمام زي ما احنا شايفينها، او اللي هي بالاخضر هنا بنسميها سالكس. تمام، ايه ديبريشن او جروف ان سيريبرال كورتكس. تمام، يبقى التجويف ده او الزقاق ده كده بنسميه ايه؟ سالكس. تمام. طيب الحته البارزه اللي هي الحته البارزه دي اللي هي دي بنسميها ايه؟ بنسميها جايروس. تمام، is a ridge like elevation found on the surface of cerebral cortex. تمام، يبقى انا عندي ادي السيريبرال كورتكس، ادي المخ، عندي في حاجات نازله لتحت كده، ده بنسميها سالكس. في حاجات لا تانية بارزه لفوق زي دي بنسميها ايه؟ جايروس. يبقى البارز جايروس، التجويف اسمه ايه؟ سالكس. تمام. طيب اخر حاجه معانا خالص الفشر. يعني ايه فشر؟ فشر طبعا ليها معاني لو بنتكلم على العظم. يعني لو انا يعني بتكلم على سكيلتال سيستم، اقول لك انه الفشر ده بيبقى زي ايه؟ فتحه كده في العظمه. تمام، يبقى العظمه فيها حته اوبن مفتوحه. تمام، مش مجرد تجويف، لا ده عدى الناحيه الثانيه. تمام. ولكن لو انا بتكلم على الفشر في النيرفس سيستم، تمام، يبقى انا هنا اقصد ايه؟ انه طبعا يعني مفيش، ما اقدرش افتح في النيرفس سيستم زي ما بعمل في العظم، لا هو بيبقى ايه؟ نارو جروف. يعني ايه نارو جروف؟ يعني ضيق كده، جروف او تجويف ضيق صغير ما هواش كبير. تمام، هو اللي في النص ده. تمام. that divides an organ such as the brain, lung or liver into loops. هو بيقسم او يعني هو تجويف لدرجة ان هو قسم الحاجة لنصين. تمام. فمثال عليها طبعا عندنا هنا في النيرفس سيستم اللونجيتيدوال فيشر. تمام، هو عمل اللونجيتيدوال فيشر ده عمل ايه؟ قسم المخ ليمين وشمال. السالكس لا، هو ما قسمش. السالكس هو يدوب منخفض، بس هو مش عميق زي الفيشر. تمام، السالكس لا هو يدوبك كده على السطح، فاهمني؟ تمام، لكن الفيشر لا، ده قسمه ليمين وشمال. تمام. او لما هتيجوا تاخدوا في الرئه اللنج، هو قسم اللنج ل3 لوب، او قسم اللنج ل2 لوب على حسب هي الرايت ولا الليفت. تمام، فده كده الفيشر. تمام، فيبقى انا ركز معايا، لو الفيشر انا بتكلم على نيرفس سيستم زي ان انا بتكلم في البرين او بتكلم في لنج او بتكلم في ليفر، يبقى انا اقصد ان هو زي تجويف او حاجه بيقسم الحاجه الاجزاء انتو لوبس، سواء رايت اند ليفت، سوبيريور وانفيريور، ايا كان، ان هو هيقسم الحاجه لاكتر من حاجه او لحاجتين. لكن لو انا بتكلم على الفيشر في معناها كعظم، لا، معناها ان هو عمل فتحه، او هي عباره عن فتحه في العظم. تمام، مش مجرد تجويف، لا دي فتحه. تمام، مثال عليها طبعا بص كده معايا في الصوره دي، ادي هنا العين، شايف كده في فتحه، العظم هنا مفتوح في فتحه، الفتحه دي بنسميها ايه؟ بنسميها فيشر. تمام. بس كده يا شباب، بكده تكون المحاضرة التاسعة خلصت. ما تنسوش تحلوا الكويز، هتلاقوه في الوصف او الديسكريبشن بتاع الفيديو. لو عندكم اي سؤال او استفسار ما تترددوش في التواصل معنا. اخر الصفحة هنا في الكتاب موجود فيها كل حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على يوتيوب، فيسبوك، انستجرام، واتساب او التليجرام. بمجرد ضغطك على اي ايكون من دول هتنقلك على الصفحة بتاعتنا على طول. فمثلا لو دوسنا هنا على اليوتيوب هتطلع لك صفحه فيزيو ستيشن، اتاكد انك عامل سبسكرايب عشان تشوف كل جديد. ما تنساش لو عندك اي سؤال او استفسار ما تترددش في التواصل معنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تكتسب بعبادة السر، من عبادة السر الكف عن النظر الحرام.